السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دوليس بريستيج نسرين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف كتشوفوا أنا شخصيا هاد الكيكة كنعشقها، كتفكرني في الطفولة ديالي. الله يذكرها بالخير، ماما كانت كتعمل لنا ملي كنا صغارين وكنا كنحماق عليها. أنا كنت كنحماق على هاد الكيكة. دابا نضات رجعت كيكة عالم د الكيكات وعالم د البسبوسات سميدة، رجعت في البسبوسة في مسائل أخرى مبقيناش كنقولوها نعملوها في كيكة. وانا مادام بقى في التقاليد وفي العادات وفي المسائل اللي هي قديمه، قلت ارى نجيبها لكم. علاش لا؟ بمكونات بسيطه اي واحد يجربها. كيف كتعرفوني كنعمل لكم مقادير بسيطه باش كل واحد اي واحد يقدر يتشجع يجرب. عندنا هنا 250 غرام ديال الحليب ما يعادل 4 لتر، 250 غرام ديال سميده رقيقه، يعني 4 كيلو سميده رقيقه، 125 غرام ديال السكر، شتو اللامبات هادو كبارين، 125 غرام ديال الزيت، هنا قبيصه د ملح، بيضه واحده، فاني، واحد الخماره 7 غرام، فئه 7 غرام. كيف كتشوفوا هي تقدروا تعملوا كلشي مع بعض وتخلطوها، ماشي ضروري تستعملوا الخباط الكهربائي. انا هنايا استعملتو صافي صراحه ربي. مهم غنخدم البيض دابا مع السكر. كيف قلت لكم ممكن انكم تعملوا كلشي مع بعضه. البيض مع السكر ونخدمهم شويه مع فاني، ونخدموا شويه ومن بعد نضيف عليه السكر، وتدريجيا موراها الزيت، موراها الحليب. من بعد انا هنايا نسيت، هي هذيك اختياريه، تعملوا جوز الهند او كوكو، حنا كنقولوا كوكو، الكوك معلقه او 2 معالق. انا عملت غير معلقه، غنعملها دابا نتوما غتشوفوني، لان ما كانش عندي بزاف باقي لي، وانا كتعجبني المذاق د فاني مع الكوك كيجي غزال. عندك فاني مع الكوك كيتواتا، وفاني والكوك مع سيترون مع الحامض كيتواتا، كيقتلوا بعضهم كيصرعوهم. المهم على داكشي انا عملت معلقه داخل وخليت باش نزوق به الوجه، لان كيعجبني مزوق بالكوكو. كيف ممكن تخليوها ساده ما فيها حتى شي حاجه كيف كيقولوا المصريين، فيها لا كوكو لا والو. المهم انا عملت معلقه كوكو داخل. كيف ممكن تعملوا حتى 2 معالق، ما كيتنوض شي. كيجي واحد المذاق ملي كطيب كتطلق واحد الريحه كتحمق، ريحه غزاله كتشهي صراحه الماكله. كيف كتشوفوها هو كوكو. غنعملو مع سميده، وغنعمل الخماره ديالنا 7 غرام او 8 غرام بحال. المهم ما تكونش غير ديك الخماره البيضاء اللي كبيره اللي فيها، هذيك راه فيها 21 غرام، هذيك راه فيها الدبل، اكثر من الدبل، 3 النوبات هادي. يعني تكيسوا على راسكم فيها. انا كنعرف الناس اللي كيستعملوها بزاف. المهم انا خلطت كلشي هنا مع بعضو. كيف كتشوفوها كتجي سائله، غنخليوها تغوبوزا شويه تتشرب شويه وصافي، ماشي ضروري نخليوها تتشرب بزاف. وندوزو نعدلو المول ديالنا. انا اي مول دكيكه ممكن تستعملوه فيها. شنو المول خصو يكون صغير، لان هذا القياس صغير. اللي غادي يعمل المول كبير، عنده مول دكيكه كبير، اولا داك المربعين او هذا، غيضاعف في المقادير. يعني انا عملت 4 كيلو تسميده، غتعملوا نص كيلو. كيبقى لكم انا دائما كنجيبكم مقادير صغيره باش كنشجعكم، وكيبقى الاختيار ليكم. كيف كتشوفوا انا هذا المول عندي بلا قاع. كنعملوا هذا السلوفان. كيف كتشوفوا راه ما تخافوش منه، بالاخص السلوفان اللي كيكون غوز ضد الدار المطبخ، ماشي د لومبالاج، السلوفان اللي خاص بالمطبخ. وهنا ورق الطبخ باش ما يهرقناش شنو سميتو الخليط. هذا المول هذا فيه 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر يعني صغير. اللي غادي يبغي اللي غيعمل 24 سنتيمتر خصو يعمل نص كيلو باش نكونوا واضحين، باش تجيه عاليه وماليه صافي. او 25 سنتيمتر او 29 سنتيمتر، هادو كاملين تقدر تعمل فيهم نص كيلو تسميده. صافي شتوها كطيب غا في الحليب، كتجي روعه 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 روعه. وما كاينين بزاف ديال الكيكات، مي هذه صدقوني كتجي ولا اروع، كتجي خفيفه خفيفه ما كتثقلش نهائيا. صافي ها هي من بعد ما طابتنا دخلناها للفران على درجه الحراره 170 او 160 تشوفوها طابت الذهب. هنا كتبان لكم حمراء، راه ماشي محمره، راه مذهبه. شنو الاضاءه عندي شويه في الكوزينه وصافي. صافي كيف كتشوفوا هي ما لصقت ما حتى شي حاجه. حنا نوزو لان الورق الطبخ طبعا كيحميها.
ومن تحت منا سلوفان كيف كتشوفوا ما كيوقع حتى شي حاجه، وكتجي كيكه ولا اروع. هنايا عملت كونفيتور المشماش او الخوخ، داك السائله اللي كنستعملوها في الحلوى. كيبقى الاختيار ليكم، اي مربى عندكم، اي مذاق بغيتو تعملوه عملوه اللي عندكم في الدار متواجد صافي. وداك الكوكو اللي بقى لي انا درتو فوق منها. هاد الكونفيتور اللي عملت كتعطيها واحد التكستور، كتحمق مع الكيكه، كتبننا الصراحه درابي والله. لا تقدروا تستغناو عليها وتخليوها هيتك، مي صدقوني ملي غدهنوها هذا كتجي واحد المذاق غزال. ايوا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيكه انا قلت لكم كناكلو كنتفكر الطفوله ديالي، غزاله غزاله غزاله. نبدلوا على الكيك اللي موالفين به، كتجي انا قلت لكم غزاله. وهيدا نبقى نشكركم فيها حتى تجربوها وتردوا عليا الخبر. شكرا للناس اللي كتدعمني والناس اللي كتشجعني، وفرحت ملي رجعت يوتيوب من بعد ما انقطعت مده طويله، حيت كنت كنشوف التفاعل. فشلت الصراحه دربي، وبقاو كلشي كيقول لي شوفوا كيف كتجي، شوفوا ولا اروع. كلشي بدا كيقول لي علاش زيد، زعما حنا كنا كنستافدوا من عندك، كنا كنستافدوا علاش زعما. ايوا ورجعت وانا عدت من جديد ان شاء الله غنشارك معكم كل شي نتمنى الوصفات اللي طلبتوها مني كامله ان شاء الله ماشي يا دائما ربي. نعملوا شي حاجه وما زايده، تنساوناش من حتى لايك حاجه من جيم بساطين، ساعه كنشاو والبارطاج نعملوا كوتي بشي حاجه والكومونتير. خفيفه وشي حاجه نزيروا سهله. بحالكم ما الله كاينش شي سهل من يخليكم. هاد شكرا الكيكه، لكم كتجي بزاف. انا ما بقيتش غزاله حتى كنبغي نقول عملوا جيم ولا والصحه هذا. والراحه. وعندي الى واحد فيديو مقبل ان شاء الله. ودائما كنقول لكم الناس الله اللي كاتبين لي في يخليكم. انا كومونتير كنعرف انهم بزاف بغاو الناس كيعملوا لي المسائل جيم اللي بغاوها، انا كنوعدكم راه غنكمل لهم ان شاء الله. كيف كيدخلوا يتفرجوا فيديو كيعملوا جيم ما كتحسب لي شي، كيزولوها لنا، لان في النظر ديالهم انكم نتوما كتعملوا جيم، كيف كتدخلوا كتعملوا جيم باقي ما تفرجتيش شي فيديو. فلهذا الفيديو خصو يكون عمل واحد 5 دقائق عاد دعملوا جيم الا كان ممكن، ولا اللي خاطيكم. وما تنساونيش